إدارة احنا كلنا نفتخر فيها ونشوف النتائج. فأتوقع النتائج هي تتكلم عن نفسها. لما يكون في انتقادات هذا شيء طبيعي. يعني احنا الواحد يجيب كنا جايبين 6 بطولات متتالية ووصلنا نهائي سابع وما أحرزنا وكان في انتقادات. فجمهور الهلال وإعلام الهلال دائما ينظر للأفضل، وإذا حرزت الممتاز هو يبغى اللي أفضل من الممتاز. فهذا شيء طبيعي، هذه سنة الحياة، في انتقادات وفي عمل. لكن العمل اللي قائم يعني 3 سنين فيها إنجازات وفيها بطولات، والفريق يعني ما كان في إلا الهلال ينافس نفسه. فأتوقع هذه أكبر رد على أي انتقاد. والآن يجب أنه ما نصير في غلطة. أنا أول موسم أعوذ بالله من كلمة أنا لما رأسنا النادي في أول 4 مباريات العالم قامت ولسه يعني ما في انسجام لكن بعدها بشهرين بدأنا نحقق كل البطولات. فأتوقع أنه هذا الشيء اللي بيصير في الهلال. كرة ملعوبة لياسر القحطاني، جول للفن والإبداع والفلسفة ناس، وللجول قناص، وللفوز كاسر. الأمير عبد الرحمن مساعد أكثر برصيده من رصيد البطولات اللي أنت حققتها. أنا ودي أنه يزيد، يعني بالعكس هذا اللي احنا تعودنا عليه الهلاليين. يعني أنا لما رأست النادي كل الرؤساء السابقين كانوا يتمنون أني أحرز أكثر منهم، لأنه اللي البطل في النهاية هو الهلال ما هو أنا. وأنا أتمنى الأمير عبد الرحمن يحرز أضعاف اللي أنا حرزته، لأنه البطل هو الهلال. خلينا نكون منطقيين. الهلال الآن لعب كم 3 مباريات، فاز في 2 وانهزم 1. والاتحاد اللي الآن يعني ونبارك له طبعا اليوم وصوله دور ال4، وإن شاء الله نبارك له بحصوله على كأس آسيا. الاتحاد يلعب في بطولة آسيا، والاتحاد عنده استقرار. والاتحاد الآن المفروض أنه يكون يعني حتى على مستوى الأجانب عنده تقريبا استقرار يعني. وهو الآن المفروض أنه يكون أجهز فريق لأنه ينافس في بطولة اللي هي أهم الآن وهي بطولة آسيا. ولكن حاصل على نفس النتائج اللي حاصل عليها الهلال اللي مغير جلده شبه كامل يعني. فهذا دليل أنه الهلال حتى على مستوى النتائج ما هي بنتائج سيئة. طارق التايب، جول. أنا لما أنتهي وتجي فترة رئاسة بعدها، الالتزامات اللي كانت موجودة وباقية في فترتي تستمر، لأنه الالتزامات على نادي الهلال ما هي بالشخص. فأكيد هذه أمور الإدارة الحالية أكيد أنها منسقة فيها، يعني هذا شيء موجود في التزامات مثلا من عضو شرف. بعد ما ننتهي احنا يعني الالتزام يستمر، لأنه الالتزام لنادي الهلال ما هو للشخص. وسلام الأخ مصطفى والجميع العاملين. يعني تعرف أنتم برنامجكم برنامج يمكن الأفضل، وهذه ما يعني هذه حقيقة. يعني جزاكم الله خير، نشوفكم حتى في أمريكا يعني تخلونا متواصلين.